السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ وحشتوني إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة دايمًا يا رب. هنبدأ مع بعض وصفة جديدة. إن شاء الله النهارده هنعمل الشعرية باللبن بطريقة جميلة جدًا. أنا حطيت حبة زيت في الحلة صغيرة، ممكن لو عندِك زبدة تحطي حبة زبدة عليها أو سمنة بلدي على حسب راحتِك. أنا حطيت الشعرية الكمية اللي أنا محتاجاها، على حسب ما الكمية اللي أنتِ بتحتاجيها. الشعرية دي بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، أهم حاجة التقليب، إيدِك تبقى فيها على طول وتقلبي باستمرار عشان كلها تاخد لون واحد. أنا حسيت إن هي محتاجة شعرية تاني عشان لازم تكون نسبة الزيت بسيطة جدًا، عشان خاطر ما تدّيش طبقة عازلة كده وتبقى شكلها مش لطيف. زي ما أنتِ شايفة أنا باقلّب، نسبة الدهون بسيطة جدًا في الحلة، ما فيش أي زيت غزير أو أي حاجة. باقلّب كل شعرية كويس أوي زي ما أنتِ شايفة، بحيث إن هي تاخد كلها درجة واحدة ولون واحد. لون الشعرية اللون اللي أنتِ تحبيه، على حسب ما أنتِ بتحبيها غامقة أو فاتحة. أنا هاوصل لدرجة معيّنة هاقول لِك هي دي الدرجة اللي أنا وصلت لها. الطريقة سهلة جدًا وبسيطة، ما بتاخدش أي وقت. بتتاكل سخنة أو بارد، بتعتبريها كتحلية أو كوجبة فطار أو عشا أساسية. الأولاد بيحبوها جدًا وبتبقى ما بتاخدش وقت خالص. أنا كده يعني باقلِّب زي ما أنتِ شايفة على طول باستمرار لغاية لمّا أوصل للدرجة اللي أنا عايزة لها وأرجع لِك تاني. هي شايفة لون الشعرية بدأ خلاص يصفر معايا. عايزة لازم يكون اللون كلّه موحّد درجة واحدة عشان تبقى كلّها نفس اللون، هو ده اللون اللي أنا عايزاه. أنا لازم أزوّد الشعرية بمَيّة، أنا زي ما أنتِ شايفة حطيت كوباية مَيّة وهارجع أحط لها كوباية مَيّة تاني. الشعرية لازم تستوي في المَيّة عشان خاطر تدّيكِ نتيجة كويسة، ما يبقاش فيها أي حاجة. هانزّل الزوايد والحاجات اللي هي على الحلة من فوق زي ما أنتِ شايفة، بحيث إن هي كلّها تستوي مع بعضها وما تاخدش أي وقت معايا. فعلًا ما بتاخدش وقت خالص. أنا دلوقتي هاغطّيها وهارجع لِك تاني بعد ما هي تاخد درجة السِوَى اللي أنا محتاجاها، وأقول لِك إحنا هنعمل فيها إيه، وإيه الإضافات اللي إحنا هنحطها عليها. بس ما تروحيش أي حتّة وخليكِ معايا وكمّلي الفيديو لغاية الآخر. أنا دلوقتي وصلت للدرجة اللي أنا محتاجاها، شايفة ما شاء الله كوبايتين المَيّة خلاص عملوا معايا إزاي. أنا حطيت ذرة ملح صغيّرة مع الشعرية، دلوقتي هاضيف اللبن. لمّا ضِفت اللبن المَيّة حطيت كوبايتين، ودلوقتي في اللبن برضه هاضيف كوبايتين معايا وخلاص هي دي كمية اللبن اللي أنا محتاجاها للشعرية اللي أنا عاملاها. زي ما أنتِ شايفة أنا دلوقتي هاسيبها لغاية لمّا تغلي معايا وتوصل لدرجة الغليان. هنبدأ بقى نضيف السكر ونقلّبه كويس. شُفتِ بقى عملت إزاي، خلاص هي قرّبت تدخل في مرحلة السِوَى، أنا ما كنتش حطيت سكر خالص. دلوقتي بقى هاضيف السكر، التحلية زي ما تحبي ودرجة كمية السكر اللي أنتِ تحبيها وتفضّليها. أنا حطيت 3 معالق سكر في الكمية دي وهاقلّبها كويس. كمية الشعرية طبعًا زادت عن ما كانت محطوطة مع السِوَى، ما شاء الله عملت كمية كويسة أوي. وخلاص دلوقتي أنا هادوقها أشوفها محتاجة سكر تاني والّا لأ. لقيتها فعلًا محتاجة حاجة بسيطة على حسب درجة السكر اللي إحنا بنحبها، فحطيت حبة صغيرة أهيّة ربع معلقة، وهاقلّبها كويس لغاية لمّا تدخل في درجة السِوَى، وهاقول لِك إحنا هنرجع تاني هنعمل فيها إيه. فعلًا زي ما قُلت لِك فكرة بسيطة وسهلة ووجبة جميلة جدًا ومغذية ومفيدة ولها قيمة غذائية عالية. لو أطفالِك ما لهمش في اللبن أو كده بالوجبة دي جميلة فعلًا بيحبوه، وما ب يعني فعلًا هُم اللي هيطلبوها منِّك. الشعرية طالعة جميلة جدًا، قد إيه هي زي يعني كلّها في نفس المستوى، ما فيهاش أي تكتلات، ما فيهاش أي حاجة. حلوة أوي جدًا. زي ما أنتِ شايفة الرغوة ديّة إحنا بنشيلها والّا بنقلّبها. أنا هاجيب كوباية لبن، نُص كوباية لبن وهاحط فيها معلقتين دقيق وهاقلّبهم كويس أوي عشان خاطر الدقيق ما يعملش أي تكتلات، يختلط باللبن. وأنا دلوقتي إيه، بعد ما قلّبته كويس هاضيفها. هتلاقي بقى بدأ القوام يتقل معايا، الشعرية باللبن كلّه بيتجانس مع بعضه. أهم حاجة ما تنسوش تحطوا اللايك لو الوصفة عجبتكم. زي ما أنتم شايفين أنا دلوقتي هاقلّبها بحيث إن كل القوام يتماسك زي ما أنتِ شايفة بدأت إزاي هي تتماسك مع بعضها. أنا دلوقتي هاقدّمها وهاحطها في الطبق وأورّيكِ طريقة تقديمها. أتمنى الوصفة تكون عجبتِك وما تنسيش تحطّي لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. إحنا كده قدّمناها وأشوفكم في وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله